السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو، فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق بما يشتاق ويجعله عيد أضحى سعيد علينا وعليكم، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا برحب بالمشتركين الجداد، الناس الجميلة اللي انضمت لعيلتي، برحب بيكم، بقول لكم شكرا لاشتراككم معايا. ربنا يبارك في أعماركم جميعا يا رب ويرضيكم يا رب. طبعا النهاردة النهاردة جولة في بيت العيلة بعد فرش العيد يا جماعة. ماشي، ماما هي هتعيد عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا احلى متابعين ومعرفين. كل ما حضرتش اصور لا ما عادي، كلموهم عادي كأننا بنكلم بعض، هم كلهم ناس محترمين وطيبين. والله ناس محترمين. والله كلهم ما شاء الله. بخير يا رب. كل سنة وانتم بخير يا رب. امين يا رب العالمين. كل سنه وحضراتكم طيبين يا حبايبي، ربنا يرضيكم يا رب، وان شاء الله السنه الجايه نبقى كلنا عند جبل عرفات. طبعا ده في بيت العيله، ده كده بيت العيله يا جماعه. فرش ده الجوله ديت جوله في بيت العيله، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ماما هي غسله السجاده اهو فرشاه اهوت. ابني بقى نازل بالدباديب دي، طالع بيها نازل بيها. ده كده الصاله، السجادة زي ما حضراتكم شايفين، وهنا كده جوز كنب اهمت، ودي الكاميرا، ودي كده تكيتين كده قطن يا جماعة، دول بتحطوا هنا يعني اللي هبطان من قعدة الكنبة، اللي قاعد عايز يمدد رجليه كده. ودي سفنجة برضو، ده بابا بقعد عليها وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهو بتفرج على التلفزيون لو جاي من مشوار هبطان كده يعني. هندخل طبعا في أوضة الكنب اهو. حاضر، ماما منضفة كل حاجة يا جماعة. لا مش فاتحين الشبابيك اهوت ما شاء الله. بصوا في ناس عاملة الأوضة دي ركنة، وفي ناس عاملاها في صالون معرفش ايه. والله أنا واحدة من الناس ما بحبش غير الكنب البلدي ده بصراحة يعني. والله يا جماعة ما بحب غير الكنب البلدي ده، لانه اصلا باخد عدد كبير وشكله حلو وعملي. بتفك الفرشه بتاعته وبتغسليها وبتركبيها، حاجه حلوه كده اهوت ما شاء الله. كده 3 كنبات اهمت، وادي السجاده في الوسط، والترابيزه ديت اهي كده يا جماعه اهي. ده كده بقى اوضه الكنب او المنظره، احنا بنقول عليها اوضه المنظره او اوضه الجلوس اهي. وادي كده بقى خلصنا الأوضة دي. طبعا عندنا نصر ابني، قول لهم اعملوا لايك يا صاص. نصر ابني الدنيا حر وزهق من لبس العيد، ففضل كده هو طول النهار كده عامة يعني يا جماعة اهو. كده البرندة الأول، هناخد البرندة يا ماما ونرجع على اهو. كده احنا عاملين الستاير ديت، بصوا احنا عاملينها علشان الهوا يعني وكده، اللي قاعد على البرندة والشتا بتحوش يعني. بس نصيحة مني، لو انتوا عاملين الستاير ديت في الصيف شيلوها يا جماعة، لان درجة الحرارة عالية فبتاكل القماش. يعني لو انتوا عاملينها والله في الصيف والشمس بتخبط فيها شيلوها، لان لو قعدت صيف مش هتقعد التاني. بقول لهم لو الستاير دي انتوا عاملينها في بلكونات يا ماما والشمس بتخبط فيها جامد وانتوا ما بتحتاجوش البلكونه في الصيف فشيلوها. يعني انا هي شفتها اغسلها حسيت اللي البتها ريال. ما هي هي حلوه، بس لا لما الشمس بتيجي يا ماما عليها القماش ده هو بيتاكل ما يقعدش سنه. والله جارتنا هناك في الامير حطته مثل ما حطيته كان دايب كده اهو، معرفش ليه، ما علشان الشمس مش بتيجي هنا كتير محمية صح. ده كده البرندة هي، ومحطوط فيها اهي كنبتين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احنا هنا امال ايه ما هو ما شاء الله ولا قوة الا بالله اهو. نقفل بقى دي كده لان الناس الكل منام محطوط.
كده البرندة هي دي العيال بتلعب عليها والزرع اهو. انا نفسي اشتري ورد يا ماما. نشتري. والله عايزه اشتري ورده مره. وهننقله على الترع. دي نخل. طب ايه من البلح بتاعه صغنن. بس خلي بالك يا ماما، هو لازم يتنقل حتى لما يكبر، لازم يتنقل. ما هو له اشهر كده نصر يجي. ايوه عليك نور. هنا توت اهو من العواني ده هو واخضر اهو. ما شاء الله دي شتل برد اهو. توت عمان اهو يا جماعه واخضر اهو بدأ يخضر. ايوه اللي كان فيها برضه اهي. ايوه بدأ يخضر. دي مين اللي زرعه نصر؟ ايوه سيلفي بحب الحاجات دي. ايوه بحب. وعلى فكره دقيق جدا في زرعه دي يا اولاد والله. والله هو اللي بيولي الزرع اللي هناك ده هي برضه اللي قدام البيت ده هي. بس انا مش قادره انزل في الحر بوليها بصراحه. فيها كوسه وفيها طماطم وفيها خضار زي ما بصور لكم. وتوت وفيها توت. انت توت عماني وايه؟ توت عماني وتوت عامل. ايوه صح، توت العماني الطويل ده. ايه ماشي يا حبيبي. دي بقى الاوضه ديت دي اوضه النوم الكبيره وبابا نايم فيها، مش كل شويه هنصحيها عشان التصوير. يا ست سيبيني ايه. اهوت كده الاوضه دي اهي، دي اوضه الاطفال اهي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله. برضو فيها جوز سراير والحصيره وده دولاب التلفزيون فيه التلفزيون وكده، وباب اهو ده علشان لو ضيوف ناس غريبة وكده يا جماعة يعني بيتوا عندنا، يبقى يدخلوا من بره كده يعني. الأوضة دي معروفة بأوضة الضيوف عامة يعني. هي دايما بتتوضب وبتنضف لأي طرقة لأي ضيف دخل علينا مفاجئ. هو كده عندنا. ودي كده دي طبعا أوضة المعاش. دي اوضه المعاشه. دي الاوضه دي لا غنى عنها في كل البيوت. لا سيبها، ما هي اوضه المعاش فيها الرز وفيها الحاجات دي يا جماعه. يعني فيها الرز وفيها خزينه وفيها كل حاجه اهي. وفيها عجل ابن اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. وفيها مكنه ماما وفيها الطبليه، يعني الحاجات دي لا غنى عنها. والبراميل اللي فيها الاكل. نصر بوريكم العجله بتاعتها. نصر يا جماعة بوريكم العجلة بتاعتي. بجرشها عندي، بجرشها عند التاني. انت بتجرش العجلة هنا؟ يلا حبيبي يلا ورش يا ناس على القمر. شوفي يا جماعة شايفين زي ما بشوف العيال وهو واقف على البراندة على الأسفل ده كده. برضو الصالة التانية الأوضة دي. لا بابا فيه. لا طلع والله. تعالوا بقى يا ماما طلعت بابا يا جماعة من الأوضة اهو. ما شاء الله. ناس على قد حالنا كده. لا والله ده احنا زي العسل. ده نعمة. ده رضا اهو يا جماعة. بس احنا الحاجة نظيفة والله. لا الحاجة نظيفة، ما هي باين عليها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ده كده أوضة النوم. بسطاء بس الحمد لله. ما فيش أحسن من البساطة يا ماما. اهو يا جماعة اهو صورناها. نطفي النور بقى. ده كده بقى ايه الصالة التانية اللي بتودي على ايه، على وسط البيت اللي هي الزريبة عزكم الله. بننزل بها للحوان وادي الحمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وده المطبخ بقى. ما شاء الله ما شاء الله اهوت. بس لسه يعني ما غسلناش مواعين الغدا اهو يا جماعة. جولة قبل ما نغسل مواعين الغدا. هو ده طبعا مطبخ بيت عيلة يعني، علشان اللي تتكلموا كده قولوا لنا المطابخ عندكم في بيت العيلة شكلها ايه يعني. هو ده مطبخ في بيت العيلة ما شاء الله ولا قوة الا بالله زي العسل اهو. دي كده كانت جولتنا النهارده في بيت العيلة. اتمنى لا يمو ده كده ده عايزة ماما عايزة توريكم عند الطيور يا جماعة اهو. ما عادي، ما هو اصلا لو نضفنا دي كده بننزل منها هنا بقى يا جماعة اهو. وبكده نبقى خلصنا الجولة النهاردة في بيت العيلة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.